أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في قناتكم عنكبوت للمعلومات. ما تنسوش تخلونا جيم في الفيديو اشتراك للقناة، هكا بنوافيكم بكل ما هو جديد إن شاء الله. فضيحة حفل افتتاح الموندياليتو المغرب وصدمة عالمية بسبب حفل الافتتاح. وهكذا لقد تداول على مواقع رواد التواصل الاجتماعي. لقد أذهلتنا الجزائر في افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط والشان، ثم أبدعت قطر في تنظيم كأس العالم، ثم أذهلتنا العراق بلاد الحضارات في افتتاح بطولة الخليج، ثم فضحتنا وبهدلتنا مملكة البوسبير في النهاية في بطولة العالم للأندية. لقد فشلت البطولة التي لم يشاهدها أحد. أنفانتينو وموتسيبي يغيبان عن افتتاح كأس العالم للأندية بالمغرب، حيث اكتفى أنفانتينو بتغريدة على تويتر للإشارة أن القنوات العالمية والعربية على غرار بيان سبورت لم تشتري حقوق البث، حيث اكتفت القناة الحكومية المغربية ببث حفل الافتتاح الذي أثار سخرية المغاربة وانهيار الإعلام المغربي. وكذلك تم تداول بأن 55 مليون جزائري شاهدوا افتتاح بطولة العالم للأندية، علما أن الجزائر لا يتجاوز عدد سكانها 45 مليون. نعم، إنها الثقافة البوسبيرية يا سادة.